السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على القناة. النهاردة هنعمل مع بعض العيش الفينو. طبعا مفيش بيت بيستغنى عن العيش الفينو، وبالذات لو البيت ده فيه اطفال بيروحوا المدارس. مفيش كبير ولا صغير بيستغنى عنه. ان احنا زي ما احنا اتعودنا على القناة ان احنا نعمل الوصفات باكبر كمية وباقل التكاليف، هنعمل مع بعض النهاردة العيش الفينو طريقة سهلة وبسيطة وهتنول اعجاب الجميع. هنا هنبتدي مع بعض. معانا بسم الله، معانا كيلو دقيق، وهنحط عليه 3 معالق من السكر، وكمان معلقة من اللبن البودر، وممكن الاستغناء عنها بس هو بيدي طعم حلو للعيش وهشاشة. ومعانا كيس خميرة فورية كامل، وهناخد معلقة صغيرة من البيكنج باودر. زي ما احنا شايفين مقادير بسيطة وموجودة ومتوفرة، وهيدينا كمية كبيرة وهيوفر علينا كتير. هنقلب المكونات الجافة مع بعضها، وما ننساش برضو معانا نص معلقة صغيرة ملح ونص كوباية زيت، وهنقلب كل ده مع بعض. هنا اخدنا اول كوباية مية، هنمشي مع بعض واحدة واحدة لحد ما نشوف احنا استعملنا مية قد ايه. طبعا المقادير هكتبها لكم كلها تحت صندوق الوصف. ودي الكوباية التانية ما خدناهاش كلها، لسه فاضل ربعها. نقلب بالمعلقة، وبعد كده هنشيل المعلقة ونعجن بايدينا. ودي بقية الكوباية التانية. عجينة العيش الفينو محتاجة عجن شوية. كل ما عجنا كويس كل ما ادانا عجينة طرية وناعمة، وبتدي نتيجة حلوة قوي في العيش الفينو. هنعجن كويس. احنا هنعجن وبعدين نسلك ايدينا من العجين ونسيب العجينة ترتاح لمدة 5 دقايق، ونغسل ايدينا. هنا استعملنا حطينا كمان حوالي ربع كوباية مية. هتلاحظوا في الاول ان هي طرية قوي، بس مش مشكلة، بعد كده هتتماسك كلها مع بعضها وهتدينا عجينة ناعمة. هنسلك ايدينا من العجين ونسيب العجينة تهدى شوية، وبعدين نغسل ايدينا ونرجع نكمل عجن مع بعض تاني زي ما احنا شايفين كده. هنعجن كمان هي بتحب العجن كويس قوي. كل ما عجنتيها كويس كل ما ادتلك نتيجة افضل. العيش ده حلو جدا وهيعجبكم، وان شاء الله هيوفر علينا كتير. هنعجن كمان شوية، معلش هي بس بتحتاج عجن. كل ما عجنتي اكتر كل ما ادتك نتيجة افضل. بس كده هنلمها ببعضها ونغطيها. زي ما احنا شايفين هي عجينة طرية وممكن تلزق في الايد شوية، بس هي مش يابسة، هي عجينة طرية. هنغطيها زي ما احنا شايفين بالاسترتش، ونحط عليها قماشة ونسيبها في مكان دافي لمدة ساعة. هي كده خمرت معانا. نبل ايدينا بالزيت ونقطع العجينة كلها كور صغيرة على قد حجم الرغيف اللي احنا عايزينه. هندهن الترابيزة بتاعتنا زيت، وبعدين نبتدي نقطع زي ما احنا متعودين. انت بتساوي العجينة كده وتطلعيها من المكان اللي تبقى ناعمة وتكوريها بحيث ان انت تسويها كلها زي ما احنا شايفين. تضغطي عليها وتطلع معاكي من كورة ناعمة ومدورة، هتبقى كلها وشها ناعم زي ما احنا شايفين كده. هنقطع الكمية كلها وبعدين ندهن وشها زيت ونغطيها بكيس بلاستيك او ستريتش زي ما احنا شايفين.
عشان وشها ما يشققش ويفضل ناعم. ندهنها بالزيت ونحط عليها كيس او ستريتش ونحط عليها قماشة ونبتدي نقطع. اول واحدة عملناها، اول واحدة اتقطعت هي اللي هنبتدي بيها. معانا هنا صاج هندهنه زيت برضو. الكمية دي طلعت صاجين ما شاء الله، طلعت كمية كبيرة. هنفردها زي ما احنا شايفين، وبعدين هناخد الحرف بتاعها ونقفل عليه بالطريقة دي، وبعدين نبرم العجينة، نبرمها كلها، وبعدين نقفل الحروف كلها على بعضها بحيث ان هي ما تتفتحش في الفرن. هنقفلها كويس جدا ونرصها في الصاجة ونسيب مسافات ما بين كل رغيف والتاني. هنعمل واحدة كمان برضو هنفردها لحد المقاس ده، وبعدين نقفل الحرف وبعدين نبرمها ونقفل الحروف كويس جدا، نشبكها كلها ببعضها وبعدين نسويها ونرصها في الصاج. بس كده. دي كمان واحدة. احنا هنخلص الكمية كلها. احنا كده خلصنا اول صاج، هنسيبه يخمر. بعد ما نخلص هنغطيه وهنسيبه يخمر لمدة ساعة حسب الجو. لو الجو حر كفاية عليه ساعة الا ربع، هنغطيه ونحطه في مكان دافي وهنسيبه ساعة الا ربع. لو في الساقعة هتسيبيه حوالي ساعة ونص او ساعتين كده. بعد ما خلصنا انا هعمل صاج دهنت وشه باللبن وهرش على وشه سمسم، والصاج التاني سيبته سادة ما رشتش على وشه سمسم. شايفين حجمه اتضاعف ازاي بعد ما خمر؟ بس هنرش على وشه السمسم وبعد كده هندخله في فرن حامي، او زي ما احنا شايفين فرن حامي لمدة تلت ساعة او حسب الفرن بتاعك انت تتابعي، لان مش كل الافران بتبقى زي بعضها. بعد ما يطلع من الفرن هنغطيه بقماشة، وده ضروري لازم تغطيه بالقماشة قبل الاسترتش او المشمع، علشان لما يعرق القماشة هي اللي هتمتص العرق بتاعه، وبعد كده هتلاقيه طري وحلو جدا زي ما احنا شايفين. هنشوف مع بعض. وده برضو الصاج التاني اللي عليه سمسم، برضو هنغطيه بالقماشة ونحط عليه المشمع او الاسترتش. ودي احلى، وده هيبقى احلى عيش، هيعجبكم وهيعجب اطفالكم ان شاء الله، الاطفال والكبار. ده اللي بالسمسم حلو جدا، ما يفرقش حاجة عن اللي بره، كمية كبيرة وبأقل التكاليف. ما شاء الله نتيجته حلوة قوي، تعمل بيه سندوتشات بكل سهولة وبألف هنا. ما تنسوش يا حبايبي تشتركوا في القناة وتضغطوا على اللايك عشان تشوفوا كل جديد. مع السلامة.